السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن رشدي أباظة. صلوا على النبي وكل من النبي يصلي عليه. ويلا نحكي الحكاية. احنا مش هنحكي قصة حياة رشدي أباظة، احنا هنحكي حاجة غريبة جدا عن رشدي أباظة. تخيلوا ان رشدي أباظة بجلالة قدره قام بدور دوبلير. اه والله زي ما بقولك كده، قام بدور دوبلير، بس مش أي دوبلير ولا لأي حد. ده قام دوبلير بدل من روبرت تايلور. فيلم وادي الملوك الشهير كانوا بيختاروا مجموعة من الممثلين المصريين اللي هيشتركوا فيه، وده كان في نادي السينما المصري. من ضمن الناس أو الممثلين المصريين اللي كانوا في الامتحان ده كان رشدي أباظة. رشدي أباظة نفسه، والله. وبعدين لما وقع عليه الاختيار إنه هو هيبقى دوبلير روبرت تايلور، كان مش مصدق نفسه وطاير من الفرح. ولما قال لهم معقولة، قالوا له عشان انت قريب الشبه جدا منه، وانت اكتر واحد في كل الموجودين في الامتحان قريب منه، خاصة لما يتحط لك المكياج. بيقول رشدي: فضلت مش مصدق خالص الموضوع لغاية ما لبسوني لبسه وبدأنا العمل والكاميرا دارت. تقريبا كده أنا اللي مثلت الفيلم كله، فيما عدا المشاهد اللي هو كان بوشه قدام الكاميرا. يعني كل المشاهد اللي من ظهره أنا اللي قمت بيها. كل مشاهد العنف اللي هو بيتضرب فيها أو كان بيضرب فيها أنا اللي قمت بيها. وجوده فوق الخيل، وجوده فوق الجمل أنا اللي قمت بيها. مشوا في الصحراء أنا اللي قمت بيه. كل مشاهد الفيلم تقريبا أنا اللي قمت بيها، وخاصة الأعمال الشاقة والعنيفة الموجودة في الفيلم. قعدت شهرين ونص كاملين معتقد ومصدق إن أنا روبرت تايلور، وبتنقل مع فريق العمل من سقارة لسينا، ومن سينا لوادي حلفا والأقصر ومعهد أبو سمبل، وكل التفاصيل اللي كان بيقوم بيها روبرت تايلور أنا كمان كنت بقوم بيها. بيقول رشدي من كتر المكياج ما هو متقن، كان أعضاء الفريق بتاع الفيلم بيلخبطوا بيني وبينه. كتير ينادوه على إنه أنا، وكتير ينادوني على إنه هو، لدرجة إن إلينور باركر ذات نفسها شدتني مرة من كتفي وهمست في ودني على إني أنا هو. بيحكي رشدي بيقول: طبعا في أثناء الفيلم اتعرضت للموت أكتر من مرة، وخاصة لما كان في معركة فيها روبرت تايلور بيقود معركة مع أحد الممثلين في معبد أبو سمبل، ومن فوق تمثال ارتفاعه 30 متر. طبعا مش هو اللي كان فوق التمثال، أنا اللي كنت فوق التمثال، واندمجت في المشهد وكنت هقع من فوق التمثال اللي ارتفاعه 30 متر عن الأرض. ولولا ستر ربنا كان زماني في عداد الأموات. واللي عرفني إن أنا كنت خلاص بين الحياة والموت إن لقيت كل الممثلين شهقوا وحطوا إيديهم على قلبهم، فعرفت إن ربنا سترها معايا. دي كانت من اكتر الذكريات اللي انا ممكن احكيها لكم عن فيلم وادي الملوك اللي انا اشتركت فيه، واللي ناس كتير قوي ما تعرفش ان روبرت تايلور اللي قام بالدور بتاعه هو رشدي أباظة. انا اختكم همسة، ودي قناتي، من فضلكم ادعموني لو الحكايه عجبتكم. شكرا ليكم.